هل الإنسان يقدر يشيل قد وزنه 10 مرات؟ يعني مثلا الإنسان يقدر يشيل طور؟ زمن اليونان القديمة في مدينة اسمها كروتون كان في ولد عنده 14 سنة اسمه ميلو كان زي كل الناس، جسمه عادي وقوته عادية، أما أحلامه مش عادية لأنه كان عايز يبقى أقوى راجل في اليونان. في يوم من الأيام ميلو شاف طور صغير اتولد في المنطقة. الطور كان صغير وخفيف ولطيف، وميلو من غير ما يفكر كتير شال الطور على ظهره. الناس ضحكت عليه وقالوا له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لهم انا بتمرن. فالناس ضحكت اكتر، بس ميلو ما رجعش عن اللي بيعمله. رجع تاني يوم وشال الطور تاني، ورجع تالت يوم وشاله تالت. كل يوم نفس الطور ونفس التمرين، بس في حاجة واحدة كانت بتتغير كل يوم. الطور كان بيكبر وجسم ميلو كان كل يوم بيتغير معاه. يوم بعد يوم جسم ميلو والطور كان بيتغير من غير ما يحس. النهارده هنحكي قصة ميلو كاملة، وهنعرف ليه بعد 2500 سنة العلم اكتشف ان اللي عمله ميلو كان صح مش غلط. كمل معايا لان في نص القصة دي في سر هيغير كل تفكيرك عن التمرين. ميلو فضل يشيل الطور كل يوم. الاسبوع الاول كان سهل نسبيا، والتاني الموضوع بقى اصعب، اما الاسبوع الثالث فالطور بقى اتقل. بس ميلو ما وقفش لانه لاحظ حاجه غريبه. كل ما الطور بيتقل شويه جسمه بيتكيف، بعدين يبقى سهل، بعدين يتقل شويه ويبقى صعب، بعدين يبقى سهل تاني، كأن الجسم كان بيتعلم. شهور عدت والطور بقى اكبر وميلو بقى اقوى. بعد 4 سنين ميلو اللي كان بيشيل طور صغير بقى بيشيل طور كبير على ظهره، طور كبير كامل على ظهر انسان. وميلو مش بس بقى اقوى حد في كروتون، ده بقى اقوى راجل في اليونان كلها، وفاز في الاولمبياد 6 مرات متتاليه من غير هزيمه واحده. بس السؤال اللي محدش سأله في الوقت ده، ليه وايه اللي حصل جوه جسم ميلو بالظبط؟ الاجابه دي العلم اكتشفها بعد 2500 سنه، ودي اللي انا هتكلم فيها دلوقتي. خليني اقول لك ايه اللي حصل جوه جسم ميلو بس بلغه بسيطه خالص. لما ميلو شال الطور اول يوم، الياف الكتف والظهر والرجلين حصل لها اجهاد. الاجهاد ده خلى الياف العضلات تتقطع زي خدش صغير جدا. وهنا بيجي السحر. جسم ميلو مش بيسيب الخدش ده، بيصلحه. بس مش بس بيصلحه زي ما كان، ده بيصلحه اقوى، بيضيف الياف اكتر فسمك العضله بيبقى اكبر، عشان المره الجايه لو نفس الحمل يجي يشيله يتحمله بسهوله اكتر. وده بالظبط اللي حصل مع ميلو. كل يوم الطور زاد شويه، بعدين الجسم اجهد شويه، بعدين اتصلح اكتر، يوم بعد يوم لمده 4 سنين. العلم الحديث الظاهره دي ليها اسم، هي سوبر كومبوزيشن او التعويض الزائد. يعني ايه؟ يعني جسمك لما بيعمل مجهود ويستريح بيرجع اقوى من مكان، مش بس زي ما كان. يعني مثلا لو عظمه في الجسم اتكسرت، الجبس بعد ما بيتشال سمك العظمه بيبقى اقوى. جسمك مش بيحب الراحه بس، جسمك بيحب التحدي وبعدين الراحه، الاتنين مع بعض. ده هو السر اللي ميلو عمله من غير ما يعرف اسمه ايه. دلوقتي خليني اقول لك الاسم العلمي لسر ميلو، هو البروجريسيف اوفرلود او الحمل التدريجي المتزايد. المبدا بسيط جدا، عشان جسمك يتطور لازم تديه تحدي اكبر من اللي متعود عليه، مش كتير ومش قليل لكن اكبر شويه. لو اديت جسمك نفس الحمل ده كل يوم، جسمك هيتكيف مع الحمل ده وهيبطل يتطور، لان جسمك ذكي شايف ان الحمل ده مش تهديد فمش محتاج يبني اكتر. والبروجريسيف اوفرلود ممكن يحصل باكتر من طريقه. الطريقه الاولى زياده الوزن. لو كنت بترفع 50 كيلو خليها 52 كيلو ونص، هي زياده صغيره بس الجسم بيحسها. الطريقه الثانيه زياده عدد التكرارات او العدات. لو كنت بتعمل 8 عدات خليهم 10، نفس الوزن بس التحدي اكبر. الطريقه الثالثه وهي زياده عدد المجموعات. لو كنت بتعمل 3 مجموعات خليهم 4. الطريقه الرابعه وهي تقليل وقت الراحه. لو كنت بترتاح دقيقتين فخليها دقيقه ونص، نفس التمرين بس قلبك وعضلاتك بيشتغلوا اسرع. الطريقه الخامسه هي تحسين الاداء. نفس الوزن نفس العدات بس الحركه ابطأ والتحكم احسن، وده بيزود التوتر عند العضله. ميلو استخدم الطريقه الاولى من غير ما يعرف ان الطور بيكبر والوزن كان بيزيد كل يوم بشكل طبيعي. الطبيعه عملت له البرنامج التدريبي الامثل من غير ما يطلبه. واحنا دلوقتي عندنا نفس المعلومه بس لازم نطبقها بوعي. دلوقتي سؤال صريح، لما مبدا البروجريسيف اوفرلود بسيط كده، ليه ناس بتروح الجيم ومش بتشوف نتيجه؟ الاجابه في 3 اخطاء شائعه جدا. الاول، نفس الروتين من سنين. تخيل ان ميلو شال الطور وبعد ما الطور كبر رجع شال طور صغير، هل هيتطور؟ بالتأكيد لا، بس ده بالظبط ناس كتير بتعمله في الجيم. نفس الوزن نفس العدات نفس التمرين كل اسبوع لمدة 2 سنين، جسمك بقى بيعمله من غير ما يتعب، وجسمك مش هيتطور الا لما يتعب. الخطأ الثاني القفز الكبير. ميلو ما اتولدش بيشيل طور، هو ابتدى تدريجيا من ساعة ما كان بيشيل الطور وهو صغير لحد ما بقى كبير. كان في تطور تدريجي شوية شوية. في ناس بتحاول تزود 20 كيلو في اسبوع والنتيجة إصابة أو إرهاق كامل للجسم، بعدين بيوقفوا خالص. التطور التدريجي مش معناه ان انت بطيء،
معناه انك بتتطور بذكاء. الخطأ الثالث اهمال الراحة. ميلو كان بيشيل الطور بعدين يروح ياكل وينام. الراحة مش كسل، الراحة هي فيها الجسم بيبني الالياف اللي اتقطعت. التمرين بيكسر والراحة بتبني. لو بتتمرن كل يوم من غير راحة كافية جسمك مش بيكمل عملية البناء، والنتيجة طبعا هتكون عكسية. فاهم دلوقتي ليه في ناس بتتعب في الجيم ومش بتشوف نتيجة؟ ده مش بإرادتهم انما في الطريقه اللي بيتمرنوا بيها. دلوقتي هنترجم القصه بخطوات عمليه ازاي تطبق البروجريسيف اوفرلود صح. اولا سجل كل حاجه. ميلو كان عارف كل يوم شال الطور قد ايه بالظبط. انت كمان لازم تعرف كل يوم رفعت كام وعملت كام عده. من غير تسجيل مش هتعرف انت بتتقدم ولا واقف، والتسجيل مش محتاج يكون معقد، هي ورقه وقلم او تطبيق على الموبايل. تاني حاجه زياده الوزن زياده صغيره كل اسبوع او اسبوعين. القاعده العامه زود من 2.5% ل 5% كل اسبوع من الوزن اللي انت بتشيله. يعني مثلا البنج بريس اول اسبوع 60 كيلو 8 عدات 3 مجموعات، الاسبوع الثاني 60 كيلو 3 مجموعات و10 عدات، الاسبوع الثالث 62.5 كيلو 8 عدات 3 مجموعات. وطبعا مش لازم كل اسبوع تزود الوزن، ممكن تزود العدات وبعدين تزود الوزن، المهم ان في تقدم سواء في العدات او الوزن. ثالث حاجه وهي ان الراحه جزء من البرنامج مش استثناء. العضلات الكبيره زي الرجل والظهر والبنج بتحتاج راحه من 48 ساعه ل 72 ساعه. يعني لو اتمرنت بنج النهارده ما تتمرنوش بكره، خليه بعد يومين او 3. النوم كمان جزء من الراحه لان هرمون النمو بيتفرز اثناء النوم. 7 أو 8 ساعات نوم مش رفاهيه، ده جزء من التمرين. رابع حاجه قاوم اغراء القفز الكبير. لما تحس بقوه وطاقه هتيجي عليك حاجه نفسيه تقول لك خلينا نزود كتير النهارده. قاوم الحاجه دي وخليك عارف ان التطور الحقيقي بيجي بالتدريج ما بيجيش مره واحده. يوم واحد مبهر مع اسبوع راحه بعده اضعف بكتير من تقدم بسيط كل اسبوع لمده 6 شهور. ميلو ما شالش الطور في الاسبوع الاول، شاله بعد 4 سنين من التطور في التدريب. خليني اقول لك نهايه قصه ميلو. ميلو بقى اسطوره والناس اللي ضحكت عليه اول يوم بقوا بيحكوا قصته لاولادهم، بس اللي الناس ما تعرفوش هي نهايه ميلو. ميلو كان ماشي في الغابه لقى شجره متشققه، حاول يفتحها بايده عشان يثبت قوته. الشجره اتقفلت عليه وهو ما قدرش يفكها، والحيوانات المفترسه هجمت عليه واكلته. انا مش بقولك القصه دي عشان احزنك، بالعكس انا بقولها لك عشان في درس تاني مهم جدا. القوه من غير حكمه دي اخطر حاجه في الدنيا. ميلو نسي ان الشجره مش طور صغير، ونسي ان مش كل معركه تستاهل. انت دلوقتي عارف المبدا وعارف العلم وعارف الاخطاء. السؤال الوحيد اللي باقي انت عايز تبدا تشيل انه طور. التطور الحقيقي مش بيجي من يوم، بيجي من كذا يوم ورا بعض. اكتب في الكومنتات انت هتبدا بتمرين ايه النهارده وانا هرد على كل تعليق ونتابع التقدم مع بعض. ولو الفيديو ده وصل لك ابعته لاي حد في الجيم محتاجه لان ممكن يغير طريقه تفكيره خالص. اوعى تستلف راحتك على حساب صحتك لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.